سلام الله عليكم. حقيقة إله الأشاعرة هو مجاز، ليس إله حقيقي، إنما إله مجازي، لأن صفاته مجازية، وجوده مجازي، سمعه مجازي، بصره مجازي، كله مجاز. فحقيقة إله الأشاعرة مجاز، وليس لا وجود له إلا في أذهانهم. إله الأشاعرة لا وجود لحقيقته إلا في أذهانهم. هم يقول لك يعني اليد مجاز، الأصابع مجاز، القدم مجاز، الساق مجاز. ف... فمن كانت هذه صفاته ف... فهو مجاز. حتى لو قلنا سبحان الله، لو قلنا أن يد البشر مجاز، لقالوا هذا إهانة للبشر. كيف تقولون أن البشر يده مجاز وليست حقيقية؟ فسبحان الله، تنزهون المخلوقات أكثر من الخالق يا أشاعرة. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.